والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا النهارده احنا في صدر موضوع مهم جدا، وهو على المستوى الشخصي حاجه تزعلني. الدكتور محمد حسين مش مجرد زميل، هو استاذي وانا هنا في المعهد. فعلى المستوى الشخصي ممكن ازعل وافرح في نفس الوقت. بس احنا النهارده عندنا يعني حفله بنكرم باشمهندس محمد حسين على السنين العطاء في الفترة اللي فاتت كلها. ففي البداية قبل ما نبتدي الحفل هناخد بس الطالب أحمد معاذ جزء بس كده من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله. قبل ما نبتدي الحفل يعني كلمتين بسيطة نترحم على شهدائنا في فلسطين، ربنا يقوي شبابنا هناك واخواتنا. نرجع بقى لموضوعنا في حفلتنا النهارده، نرحب بالسادة الضيوف. ناخد طبعا من اليمين الدكتور سيد الجمل، الباشمهندس ياسر، طبعا عريسنا النهارده اللي احنا يعني فخورين بيه الباشمهندس محمد حسين، دكتورنا ودكتور ومدير كلية التكنولوجيا بالمحلة دكتور محمد السعيد، مدير الكلية مدير المعهد الإنسان الخلوق الباشمهندس محمد عشمار، باشمهندس أحمد تاج وكيل المعهد. طبعا بنرحب بالضيوف باشمهندس محمد حسين، افضل علينا كلنا، بنحب نرحب بيه ونقول له بقى يعني بدايه سن الشباب بتاع الكلام ده اصلا. باشمهندس محمد نحب نسمع مين يتكلم في البدايه. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. احنا في غاية السعادة واحنا متوجهين ان شاء الله من إدارة الكلية لمقر المعهد الصناعي للزقازيق. المعهد
السادة العاملين فيه. الحمد لله رب العالمين لهم معزة خاصة عندي أنا شخصيا بعيد عن العام. أنا ليا ميول دايما لأهل الشرقية الناس الكرام دول، وأنا بعتز بيهم. طبعا احنا النهارده جينا بنكرم أخ عزيز وزميل ببلوغه عيد ميلاده. مش عاوزين نقول بسم الله ما شاء الله ال60 دي مش عاوزينها، مش موجوده في قاموس الدكتور محمد حسين. انا عرفت الدكتور محمد حسين من فتره طويله طبعا، منذ انا عملت مديرا للكليه. انا الحمد لله بقالي فتره طويله ماسك الكليه، اعتقد من بدايه 18، ودي يمكن اطول فتره حد بيقعدها، وان شاء الله ربنا كده يبلغنا بقيه الزمن اللي فاضل من عمرنا للمعاش. صراحه انا وجدت في المعهد الفني الصناعي هنا روح جميله بين الزملاء، مهما كانت وجهات او اختلاف وجهات النظر بتلاقي الناس واقفه فعلا اخوات في المناسبات دي، ودي سنه حسنه بيسنوها او تم سنها هنا وعلى اكمل وجه في المعهد الصناعي هنا. طبعا انا مش هتكلم كتير عن الدكتور محمد حسيني، الا ان انا هو راجل في وجازه كده، راجل خلوق. انا ما شفتش منه اتجاهات لاثاره المشاكل على الاطلاق. عامه هو بوجه خاص، وعامه جميع الزملاء في المعهد هنا ناس لا غبار عليها. برضه بحيي ابناء الطلبه. النهارده قبل ما اجي انا شفت نشاط كويس جدا ابنائنا الطلبه عاملينه طبعا تحت توجيهات الساده الاخوه الافاضل زمايلنا وتحت قياده المعهد. الناس كلها فعلا اظهرت شكل كويس. ده بيحسب ليكم جميعا قبلنا، بيحسب للقائمين هنا في من اول الطالب مرورا بالعامل، بالزميل المدرس العملي، بالزميل المهندس، بالزملاء الوكلاء، بالزميل طبعا مدير عام المعهد. انا بحييهم طبعا تحيه خاصه. الناس دي بترفع اسهم المكان ده لدى القيادات في الوزاره. انا شفت شغل كويس، اتجاه كويس، انت بتعمل حاجه انا بعتبرها صدقه جاريه في ميزان حسناتكم كلكم لخدمه المكان، بدل مكان كل ده بيصرف في اماكن لا طائل منها بتنتهي بنهايه العام الدراسي او بنهايه مغادره الطالب للمكان. انا بحيي ابناء الطلبه. الحاجات اللي انتوا عاملينها بمعاونه طبعا اساتذتكم هتستمر سنين لاجيال ثانيه، وده الاتجاه بتاعنا. وانا برضه شفت من زمايلنا المهندسين حاجات كويسه كنت انا من سنين وجهت ليها ان انا عاوزك تشغل الطالب بايده، وفعلا لقيت حاجات كويسه انا بتخدم الطالب. الطالب يا جماعه اللي جاي فني هنا ده المفروض جاي يشتغل بره. معلش انا تطرقت للحته دي لان انا دي ميزه لقيت النهارده بشكل كويس. طبعا زميلنا الدكتور محمد حسين طبعا في شعب التبريد والتكييف على مر السنين اللي فاتت انا كنت متابع، كان انتاجه طبعا بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. اتمنى لاخي وزميلي الدكتور محمد حياه سعيده بعيدا عن روتين الحياه الوظيفيه دي، وانا بمسك الخشب واقول له ربنا يبارك في صحتك ويرزقك بين اولادك يا رب. ودي اهم ثمره الانسان بعد ما يغادر الوظيفه بيحتاجها بره في الحياه. بالتوفيق ان شاء الله والسداد، وعيد ميلاد سعيد، والف شكر على دعوتكم ليا، وانا سعيد ان انا موجود في وسطكم، واتمنى لكم دايما التوفيق والنصر. شكرا.
الكليه والزملاء الاعزاء اللي طلعوا على المعاش اللي نوروا المكان. المعهد كله تحس النهارده منور زياده عن اللزوم بتواجد الزملاء الاعزاء الباشمهندس محمد حسن، الباشمهندس احمد عثمان، والاخ الكبير الاستاذ سيد صبيحي والباشمهندس ماهر وكل الزملاء، بس خصوصا الزملاء اللي الناس من زمان كان نفسي اشوفهم ونستغل الفرصه دي ان احنا. وطبعا الاستاذ جابر ما طلعش معاش انت معانا في المعهد احنا بنتكلم، والباشمهندس برضه ما بعيدش عن لا الباشمهندس على طول معانا. الباشمهندس محمود صار من عميدة شعبة تبريد، والاخ الباشمهندس ابو الجيده انا قلت يبقى اساسي النهارده يعني مع الرئيس، بس هو مزنوق في البطاطس في الارض بتاعته. احنا كلنا هنا جايين عشان يعني نحتفل باخ عزيز. انا جيت المعهد الباشمهندس محمد حسين من الناس اللي استقبلتني والناس اللي اتعلمت هيخسر قامه كبيره زي الدكتور محمد حسين، بس اولاده وبيته طبعا هم المستفاد الاكبر منه ان شاء الله باذن الله. نتمنى له طول العمر والصحه وربنا دايما يبارك فيه ويفرح بقى بلده. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس محمد، ودايما نسمع عنك كل خير يا ريس. شكرا. باشمهندس بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بالاحتفال الجميل دوت بدايه الاحتفال ان انا برحب بالدكتور محمد سعيد مدير الكليه، وبرحب بالاخوه الزملاء اللي انا سعيد جدا ان انا بشوفهم. يعني بس اتمنى ان انا اشوفهم يعني مش في خروج واحد عشان تعالوا شوفوا على طول في المعهد. المعهد ده يعني بدايه المعهد ده امل عليهم. المهندس محمد حسن، المهندس احمد عثمان، المهندس ماهر، الاستاذ صبيحي، شؤون طلبه يعني بداوا يتعلموا منه. الاستاذ جلال طبعا من زمان لغايه دلوقتي، الاستاذ جلال لغايه النهارده بيساعدنا. الاحتفال الجميل ده انا يعني بصراحه المهندس محمد حسين او الدكتور محمد حسين يعني ساب لي بصمات يعني جميله في العمل الجاد والحاجات لا يمكن ننساها على مدار فتره قادمه يعني ان شاء الله. احب ان انا اقول له الف مليون مبروك يا مهندس محمد حسين يعني كل الشكر والتقدير على انجازاته في المعهد وعلى يعني عمايل اللي احنا بنستفيد بيها. بصراحه محمد حسين زميل صغير كمان من 85 سنه، فاتمنى له ان شاء الله رب العالمين الاول حياه مستقره وهاديه سعيده بعد الموت طبعا، ان هو ان شاء الله يبقى معانا تاني. هو مش هيسيبنا يعني، احنا نتمنى ان احنا نبقى يعني زي ما احنا كده اسره واحده كلنا حتى بعد المعاش. انا ما عاوز حاجه اتصل بدكتور محمد حسين يعني احنا اخوات كلنا قبل كل شيء. يعني الف مبروك وقاعد في ميتة بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهارده ان شاء الله احنا في حفل من اهم الحفلات بصراحه اللي انا شايفها لاعز الزملاء. الدكتور محمد حسين عيد ميلاده الثاني 30 الثاني، مش هنقول 60 طبعا زي ما الدكتور محمد سعيد قال، لان المهندس محمد حسين عودنا على الشباب وعودنا على الطاقه والشغل لغايه اخر يوم. طبعا انا شهادتي في الدكتور محمد هتبقى مجروحه لان يعني في صداقه قويه وبقى لها فتره طويله. الدكتور محمد حسين من الناس القليله جدا في المعهد اللي هي على المستوى العلمي ما شاء الله والمستوى العملي ايضا، اضافه الى الجزئيه بتاعتي بقى اللي انا دايما بلاحظها او بحب اركز عليها في المهندسين الزملاء، اللي هي الجزئيه التربويه. الجزء التربوي قليل جدا من اللي بيهتم بزرع قيم واخلاق، حتى لو الطالب مش عاجبه، الطلبه مش عاجبهم الكلام ده، حتى لو الطلبه هتزعل من الكلام ده، هو بيأدي عمله كما يجب ان يكون. يحسب للمهندس محمد حسين ايضا النهارده ان هو جاب لنا زملاء ما شفناهمش بقالنا 10 سنين ما بيحضروش لحد. مهندس منهم ب 100 اللي ما جوش، زي المهندس محمد حسن، المهندس احمد عثمان، مش عايز انسى حد،
باشمهندس موسى، الاستاذ سيد شريح برضه ما شفناهوش بقالنا فتره طويله ما بيحضرش للناس كلها. طلبه شعب التدريب طبعا معظمهم السنه دي للاسف مغتربين. شعب التدريب معظمهم السنه دي طلبه مغتربه ومغتربين قبل الامتحانات. اعتقد ان الموضوع لو كان بدري شويه كنا هنشوف طلبه التدريب كلهم قد ايه بيكتبوا الحب والتقدير للمهندس محمد حسين. وانا شايف ان في طلبه من الخريجين اللي هم بتوع السنوات السابقه جايين مشرفينا النهارده. اهلا بيكم جميعا. برحب باسره المهندس محمد حسين، باشمهندس عمرو والمهندس محمد والدكتوره. طبعا احنا بنمسك الخشب وبنمسكه على بابا، قيمه كبيره جدا، ربنا يبارك فيه ويخليكم ويحفظه. واهلا وسهلا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين ودايما نسمع كل خير، لان هو المهندس محمد حسين مش هيسيبنا ومعانا ايضا. كل سنه وانتم طيب مره ثانيه يا باشمهندس محمد. باشمهندس محمود صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد كل نشكر اولا الدكتور محمد سعيد على دايما بيفرحنا دايما بتواجده معانا في الحفلات للساده الزملاء، جميع الزملاء سواء اداريين او مهندسين، متواجد معانا باستمرار. فشكر عظيم جدا للدكتور محمد سعيد رئيس الاداره المركزيه ومدير كليه التكنولوجيا. شكرا جزيلا، اسعدتنا النهارده والله العظيم. وبشكر جميع الساده الزملاء اللي حضروا وشرفونا. ومن احسن برضه الفرص اني شفت الباشمهندس محمد حسين اخويا الكبير اخو محمد حسن، والدكتور احمد عثمان، والدكتور محمود صقر، والحاج الشاب صبيح اللي انا زعلان منه جدا جدا جدا. واول مره بقولها صريحه، ما شفتوش منه طلع الا مره واحده، وانا كان نفسي اشوفه عشان في حاجات كتير برجع له فيها. برجع في شؤون الطلاب والاستاذ رزقس في الاداره. فمعلش بقى انا قلت لك ان انا زعلان منك. طبعا عشان افيد الناس كلها بخبراتك وتعليماتك وكل الخبرات اللي انت اكتسبتها خلال 40 سنه فاتت، محدش عاش العمر ده كله. احنا ان شاء الله بقالنا 35 سنه، ربنا يبارك في عمرك. برضه بنرحب بالساده الحضور او الساده باشمهندس اولاد الباشمهندس عمرو والدكتوره والاستاذ يوسف. الاستاذ يوسف بارك الله فيك، وان شاء الله ربنا يبارك في عمر الباشمهندس محمد حسين. ونقول له كل سنه وحضرتك طيب دايما كده. يعني النهارده مش ما يكونش اخر يوم زي ناس كتير ما رجعوش تاني، طلعوا ما رجعوش. لا، نشوفك في بيتك في معهدك، بنتعلم منك، صديق العمر، رفيق حياتي انا كشخصيا. ايام ما كان مسافر كنا كل حاجه يبعت الاستاذ سميح يا استاذ سيد وده بنعمل ايه؟ كان الاستاذ سميح يقول عايزين ندفع الضرايب، نروح ندفع الضرايب بالدولار ونيجي نقول له كل سنه وانت دايما منورنا يا باشمهندس محمد في بيتك، ومنور يا باشمهندس ياسر. كل سنه وحضرتك طيبين. شكرا. طبعا يا جماعه معلش عذرا الناس الموجوده قيمه وقام، بس انا يعني يعتبر سنه او سنه ونص في المعهد. طبعا ناس كتير انا ما ساعدتش ان انا اكون انا معاهم في الفتره اللي فاتت، فعذرا لكل اللي قاعدين. بالنسبه لوجودي في المعهد بنتكلم في سنه او سنه ونص، يعتبر يعني انا مبسوط جدا بالناس اللي انا موجود معاهم. فوضع مختلف نهائي. وجود الباشمهندس عشان الله معانا مدير بمعنى الكلمه. انا ما بجاملش بامانه الله. احنا مفيش مشاكل، علاقتنا كلها كلام بيتقال من ورا الباشمهندس عشان الله. ما شفتش حد يتكلم وحش. يعني احنا عارفين اي اثنين يقعدوا مع بعض يتكلم، ده لو مشي وسابه يطلع ايه ده فيه وفيه وفيه. بس هو عشان الله لحد دلوقتي انا سنه ونص ما حدش اتكلم في حق
خالص. والله يعني اي حاجه بتحصل او اي حاجه الواحد محتاجها او اي حاجه القسم محتاجها باشمهندس عبد الرحمن على طول. باشمهندس احمد تاج طبعا يعني لو جيت اتكلم على باشمهندس احمد تاج، لو حد يقول فين المعهد الفني الصناعي اسهل له يقول فين باشمهندس احمد تاج. يعني اشهر من معهد. والحمد لله يعني في الاقسام العمليه عامل شغل واجب وخصوصا قسم التبريد هو متوصي بيه. ف باشمهندس محمد حسين زي ما قلت في البدايه استاذي. انا هنا كنت في المعهد في 99 2000. انا نفسي كنت باخد عنده يعني في المحاضره او في الكورس واتعلمت منه، واللي انا بتعلمه منه لما بخش محاضره او بخش اي طالب بقول له الكلمتين اللي انا اتعلمتهم منه. يعني انا فاكر حاجه كده كانت في الرسم، طبعا بروفيسور الرسم الصناعي باشمهندس محمد حسين. بس هو ما بيديش كورسات. ما بيديش بس الكلام ده كان لا ما انا كنت عايز اتعلم. فبجد انا اتعلمت منه حاجات كتير جدا. الكلمه كان قالها لي ولحد دلوقتي بقولها للطلبه. اول لوحه رسمتها قال لي سيبها احتفظ بيها، وفي نهايه الترم بص على اخر لوحه. وده صحيح، ده اللي حصل. انا اتعلمت وبحاول اعلم الطلبه اللي انا اتعلمت من الباشمهندس محمد حسين. اول ما جيت المعهد كان بدايتي كان الباشمهندس محمود صقر. بجد انا افتخر ان انا اتعاملت معاه في خلال سنه. انا يعني راجل عمل معايا، لا هو بيعمل مع اي حد، فانا افتكر له كل خير. باشمهندس عشان الله، باشمهندس احمد تاج، باشمهندس ياسر، باشمهندس سيد جمل، يعني مش عايز انسى اي حد. باشمهندس محمود صالح طبعا انا نسيت ان انا اتشرف بولاد الباشمهندس محمد حسين. حتى بقول باشمهندس محمد حسين يعني احنا دلوقتي بنتكلم في 60، انا كان نفسي اتعرف عليك وانت في 20 كنت عامل ايه؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم في 60، امال ال 20 كان ايه اللي حصل؟ يعني الله يبارك. لسه عايزين نشوف صور دي وهو صغير. لا انا عارفها. فهناخد كلمه كده للباشمهندس محمود صقر. للباشمهندس محمود لازم تتكلم. ها؟ كده خش من هنا عشان نط كده على طول. يا عم نط يا عم. صف قوي. المعهد دكتور محمد حسين فاضل السادة الزملاء المعهد أبنائنا وشرف أحداث مصر حسين. أنا كنت سعيد الخاص بوجود صديق وزميل الدكتور محمد حسين على مدار 35 سنة و 33 سنة تقريبا في قسم التدريب. كان أخ صديق وزميل واتعلمت منه كتير بأمانة. كنت أكبر مثلا طبعا علمية كبيرة. أدعو الله سبحانه وتعالى ربنا يوفقه في حياته المستقبلية وسلم عاش مهنية جدا ويكفي عدم الالتزام في المواعيد والضغط التزامات برضه خارجية كبيرة. أتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى في المستقبلية. لا مش هخلينا وانا قاعد حضرتك علشان اصور. معلش حسب رجلك بس. طبعا مش هقول. مشتوم ازاي يعني؟ انا عجبني كده عشان اقول. طب انا اقعد ازاي؟ ما تقعد اهو يا عم. العيال عايز يقعد. حاسب يا اسطى، حاسب يا اسطى. عمر ارجع وراهم قاعدين. ارجع ورا. انت قاعد في صوره؟ الصوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش رايك. بصراحه النهارده اولا انا برحب بحضراتكم جميعا. وانا على فكره مبسوط وعارف عنه النهارده. اما خلصنا بعيد عن اللي زي دي. بس انا النهارده زعلان جدا والله. زعلان عشان حاجتين. اولا انا شايف الحفل ده مش مناسب خالص للدكتور محمد حسين. دكتور محمد حسين من الناس اللي فعلا قامات علميه والله ما يعرف قدرها حد. لان احنا معلش انا اسف مستويات المعاهد الفنيه الصناعيه وانا اسف انا بقولها قدام مدير الكليه المستوى العلمي المواد العلميه مهما كان بسيط. دكتور محمد حسين اكبر من المحتوى العلمي اللي احنا بندرسه كتير جدا.
واكبر دليل ان هو درس في جامعات في السعوديه. طبعا انا يعني يمكن كان نفسي الحفل ده ان احنا نعمل حسابه بدري شويه، لان احنا لسه مقررين امبارح ان احنا نعمل الحفل ده. فطبعا انا شايف ناس كتير جدا من احباب الدكتور محمد حسين مش موجودين، وانا متاكد ان هم كلهم زعلانين لعدم وجودهم، ان احنا لسه كلمناهم امبارح. فطبعا كل واحد عنده مشاغل وعنده سفريات وعنده ارتباطات، فطبعا العدد اللي موجود ده لو احنا يعني نظمنا الحفل بدري شويه صدقوني احنا يمكن اول مره نعمل حفل تخرج في المدرج ده. يمكن اتذكرها ما عملناش من ايام الباشمهندس مدحت. احنا عندنا المكان القاعه اللي احنا بنعمل فيها حفلات دايما قاعه صغيره عندنا في الاداره. احنا قلنا نعمل في الحفل في المكان الكبير ده، فعلا احنا كنا متوقعين عدد كبير جدا، بس احنا اللي غلطنا، احنا المنظمين انا والدكتور احمد بدوي، دي غلطتنا طبعا. وانا الدكتور محمد حسين اقترحت عليه ان احنا ناجلها شويه فتره الامتحانات عشان ندي فرصه للناس الضيوف والناس اللي خرجوا معاش ان هم يكونوا موجودين، بس يعني قدر الله وما شاء. بالنسبه للدكتور محمد حسين بصفه شخصيه، انا طبعا تلميذ وطالب من طلاب الدكتور محمد حسين زي الدكتور احمد بدوي بالظبط. انا كنت موجود في المعهد هنا في 2000. تعالى صور شويه. كنت في قسم اجهزه، كنت في قسم رسم وتصميم. القسم ده طبعا انقرض للاسف، كان من الاقسام اللي فعلا صعبه جدا. ورشح على كده الباشمهندس واستاذي العزيز الباشمهندس محمد احمد حسن والباشمهندس احمد عثمان. طبعا الثلاثه في نفس المستوى العلمي، الدكتور محمد حسين والدكتور محمد احمد حسن والدكتور احمد عثمان. يا جماعه الناس دي فعلا المعهد والوزاره افتقدت الناس دي بجد. والنهارده لما يكون في حفل تكريم وبلوغ الباشمهندس محمد حسين والدكتور محمد حسين لسن معاش، صدقوني احنا بنوصل قامه علميه كبيره جدا. مع العلم انا هقولها يمكن مش من حقي انا اقولها، في ناس كتير جدا ما يمكن واحد منهم كان بيختلف مع الدكتور محمد حسين، بس احنا في الاخر عارفين ان هو اللي صح، مش احنا اللي صح. بس احنا دايما بقول يا دكتور محمد الناس بتتعامل يعني ايه بما يتماشى مع الفتره الزمنيه اللي احنا فيها، ما تاخدش الموضوع افوار قوي. وانا كان اكتر حاجه ساعدتني اول ما جيت المعهد هنا، اكتر حاجه ساعدتني الاساتذه اساتذتي الاولى في المعهد كان الدكتور محمد حسين مسافر السعوديه، قالوا لي انت نظامك واسلوبك زي الدكتور محمد حسين. ما اعرفش ده بقى شهاده وحشه في حقي ولا حلوه في حقي بالنسبه لاداره الكليه يا دكتور محمد. لا هو يعني في بعض الناس بياخدوا الموضوع على اعصابهم شويه. مع العلم الدكتور محمد حسين والله يمكن انا لو الباشمهندس محمود فتحي كان موجود هنا النهارده احنا اختلفنا او الدكتور محمد حسين مع ان هو استاذي، بس في الاخر والله العظيم انا طبعا دوس على دماغ الدكتور محمد حسين والراجل استقبلني بكل ترحاب. فالراجل فعلا ما شاء الله متسامح جدا، وربنا يوفقك دكتور محمد في حياتك. وانا سعيد جدا النهارده ان انا موجود في حفل استاذ من اساتذتي. طبعا وجود الاساتذه والله يعني تاج على راسنا الباشمهندس محمد احمد حسن ونفسي اسمعه النهارده، والباشمهندس احمد عثمان. الباشمهندس احمد عثمان على فكره قامه من قامات قسم سيارات على مستوى الجمهوريه، والله اعلم من اعلام العلم في مجال السيارات على مستوى الجمهوريه. وطبعا وجودهم طبعا الباشمهندس حامد طبعا هو الرئيس بتاع القسم، لا لسه موجود. انا برحب بس بقول للناس اللي يعني اللي احنا للاسف افتقدناهم، والباشمهندس محمود صقر طبعا استاذ العمل في القسم ده يعني ما شاء الله عليه، ربنا يبارك في اولاده وصحته. طبعا احنا بنرحب بالدكاتره ومهندسين اولاد الباشمهندس محمد حسين، وزي ما اخويا الدكتور سيد جمال قال والله بجد يعني احنا المفروض بوجه كلام ليكم تحمدوا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اعطاكم والد بقيمه وقامه الدكتور محمد حسين، وكده حضراتكم عارفينه وعارفين قيمته في وسط المجتمع اللي هو عايش فيه، وسط العائله والاسره. طبعا الباشمهندس محمد حسين ما اعرفش حضراتكم عارفينه ولا لا، راجل كوابري ابو كبير. فابو كبير فيها ناس ما شاء الله. انا اشتغلت في ابو كبير 5 سنين على فكره في مدينه ابو كبير. فابو كبير فيها ناس عمليين جدا جدا وبيحبوا الحق جدا، وفيهم ناس وحشين. الدكتور محمد حسين من الناس القامات عائلات ابو كبير طبعا ما شاء الله عليه. فانتم حضراتكم سعداء بان الدكتور محمد حسين قبلكم، والحمد لله احنا شرفنا ان الدكتور محمد حسين كان معانا استاذ وزميل، فدي حاجه والله يعني احنا برضه
مرينا بالظروف دي، وانا طبعا كان نفسي انا اللي اقدم الحفل والله النهارده، وكان نفسي احضر الموضوع اكتر من كده، بس ما ينفعش نعدي على الدكتور احمد بدوي، راجل طبعا تلميذ الدكتور محمد حسين، وان شاء الله هو المسؤول عن قسم التدريب في الفتره اللي جايه. الدكتور على فكره احمد بدوي خريج تعليم صناعي وخلص الماجستير وخلص الدكتوراه، فاعتبر قامه جديده من قامات القسم التبريد بعد الدكتور محمد حسين، واتمنى ان هو يسيب طبعا جزء من مكانه، وان شاء الله بعد تعليمه هيبقى زيه ان شاء الله. انا طبعا احنا يمكن انا معلش اسف هقدم الباشمهندس محمد حسين يسمح لي ان انا ما كنتش هتكلم على فكره، والله هو اللي شاور وانا لي شهاده ان انا يعني ابن من ابنائه ان هو يقول محمد يتكلم، فدي والله شهاده يعني اعتز بيها وفخر ليا، وانا طبعا انا بقول له قدام الناس كلها لو كان زعل مني في يوم من الايام انا بعتذر له قدام الناس كلها، لان والله للاسف انا يعني يمكن المعهد كله عارف ان انا اصلا صعيدي، فالعصبيه بتكون زياده شويه، فما ينفعش حتى الدكتور محمد حتى لو هو هيزعل مني انا اقول له انا اسف انما طبعا الراجل ما شاء الله عليه تقبل بكل ترحاب، وطبعا هو ليه حق حتى لو هو يعني شاد عليا شويه في الشغل في العمل هنا، بس ليه حق لانه استاذ طبعا وبيعلمني، وطبعا اتمنى يعني اسلوبنا ونظامنا يكون في نتائج كويس، في افاده بالنسبه للمكان اللي احنا فيه وبالنسبه لطلابنا، ونقدر ان احنا ان شاء الله رب العالمين نستهدف مكان الباشمهندس الدكتور محمد حسين مع توجيهات طبعا للساده المديرين، وانا قلتها امبارح في الحفل امبارح، واتمنى اعيدها دقيقه واحده بس عشان قدام الدكتور محمد سعيد. انا بقول يا جماعه والله الاداره في اي مكان مسؤوليه كبيره جدا، وبعدين دايما اللي مسؤول عن حاجه بين حاجتين، يمشي رسمي وقانونا ولا يمشي مع روح القانون. رسمي وقانونا هيتعب الناس، يعني في مواقف انا شاهدتها مع الاداره، مع ان انا مش تبع الاداره خالص، والله لو مش فيها رسمي هيأذوا ناس كتير جدا، منهم الطلبه طبعا والناس زملاء، انما هو لازم طبعا يتغاضى، وبقول لهم الله يعني يكون في عونهم وربنا يعينهم ان هم يأقلموا ويوفقوا بين حاجتين، بين الرسميات والقانون وبين روح القانون، بحيث ان الامور تمشي وربنا يوفقهم، ويا رب نشوف معادنا دايما. ودي شهاده انا سمعتها النهارده من الدكتور محمد سعيد ان الحمد لله رب العالمين معهدنا من افضل المعاهد على مستوى الجمهوريه، وبنحاول طبعا بعون الله سبحانه وتعالى وعون القائمين على الاداره ان احنا نشوفه احسن من كده. انا يعني عايزين نسمع الدكتور محمد حسين، وطبعا يعني اتمنى ما يكونش زعلان على التقصير اللي احنا اصبحنا في تنظيم الحفل، فلانه فعلا والله يستحق حفل احسن من كده كتير جدا جدا جدا، بس احنا بنعتذر له لان ما كانش قدامنا فرصه ان احنا ننظم بشكل احسن من كده. اتفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواحد في كل المناسبات كان ممكن يتكلم النهارده صعب الكلام، إنما اللي أقدر أقوله النهارده أنا بشكر كل واحد حضر، يعني ده تاج على راسي أنا، كل الناس اللي موجودة دي كلهم اخوه وزملاء اعزاء وناس قامات كبيره، ناس اساتذتنا المهندس محمد والمهندس احمد عثمان، الاستاذ محمود صقر، المهندس محمود، ونشكر بقى الشكر الكبير لمعالي مدير الكليه اللي تعبناه وجاي مشوار المحله، لما اتعرض علينا وكيل محله وكانوا بيصروا بستصعب المشوار ان انا اروح المحله ساعتين وارجع ساعتين. كل محمد كله يجي النهارده يشرفنا، وده مكانه، مش جاي مش ضيف، هو ده مكانه، هو مدير الكليه كلها، بس تعبناه احنا بقى النهارده، بس ده يعني نورنا والله. نشكر معالي الوكيل المهندس ياسر، دكتور سيد الجمل، مش عايزين ننسى حد مدير المعهد المهندس عشان الله، ده يعني حاجه ثانيه خالص في حته ثانيه، والمهندس احمد تاج. وبنشكر طبعا تلامذتي
لان انا بفتكر انا قلت لمسكي لسه كمان هنا دكتور حمدي مصطفى حمدي، وعندنا في ناس قامات هنا والمهندس بدري، طبعا عمي ماهر ده من الناس اللي قدام اهو. مهندس ماهر مدني معاش هنضم له احنا على طول. مهندس البدري، مهندس سعدور، مهندس اسامه، عم السيد ده حاجه كبيره عندنا خالص بقى. استاذ الصبيح ده قامه يعني فعلا على مستوى الجمهوريه مش على مستوى المعهد الذاتي. كل يعرفه في مصر كلها والله باخد بيها فخر. الاخ محمد اسف اسف انا والله متاخر، انا مش قادر اقول عمي جلال، استاذ محمود، مش عايز اقول يعني انسى حد، استاذ